السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا جميعا بخير، كل عام وانتم بخير. النهارده ان شاء الله اول رجب، يا رب يبلغكم رمضان جميعا لا فاقدين ولا مفقودين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض التعليقه الجميله دي بتاعت فانوس رمضان بتاع زمان مع الهلال والنجمه بطريقه بسيطه جدا، وهقولك ابسط الحاجات اللي ممكن تعملي بيها التعليقه دي. ولو الحاجات دي مش متاحه عندك انا هقولك ان شاء الله تعمليها من ايه. تمام. بصي شكلها عامله ازاي، والالوان بتاعتها جميله جدا. الفوم كله الوانه روعه. ان شاء الله نبدا مع بعض، نسمي بسم الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. انا كل اللي احتاجته معايا بصي الرسمه دي انا رسماها، انت لو مش عارفه ترسميها ممكن تجيبيها من على الكمبيوتر زي ما اتفقنا من على النت. العرض بتاعها كان 15 والطول بتاعها كان 25 معايا. تمام. انا بجيب الهلال والنجمه دول بقصهم من على اي ورقه تحاليل زي ما اتفقنا. وطبعا الفانوس هنعمله مع بعض بالفوم الاسود. انا جايباه فوم اسود بلزق من ورا عشان يبقى متين معايا. انت لو عندك فوم اسود من غير لزق ممكن تستخدمي ورقه كرتون او ورقه تحاليل عشان تبقى دعامه معاكي ويبقى الفانوس معاكي قوي شويه ومتين. ابتديت ان انا امشي على الخطوط الخارجيه بتاعه الفانوس معايا بالمسطره عشان يطلع مظبوط على الفوم. وخلاص كده ابتديت ان انا اقصه، طلع معايا شكله جميل. طبعا الازاز بتاع الفانوس بقى بختار له الالوان اللي بحبها، الالوان المبهجه بتاعتنا. ببتدي ان انا انزل من الورقه اللي معايا، اطبعها على الفوم واقصها وارتبها على الفانوس علشان يطلع مظبوط جدا قبل ما الزقه. دي نصيحتي ليكي لما تيجي تشتغلي اي اعمال يدويه او هاند ميد، لازم تحطي الحاجه الاول قبل ما تلزقيها على بعض عشان تطلع مظبوطه وبعدين تبتدي تلزقي. انا هنا ابتديت ان انا الزق بالسيليكون او بالشمع. تمام. واحطهم على بعض. طريقة سهلة جدا وشكلها لذيذ جدا ويعني مبهجة بصراحة والله في اوض الاولاد او الضيوف. اعمليها وفرحي ولادك بيها. خلاص انا خلصت كده اللون الاصفر، ببتدي على اللون اللي بعده. طبعا دي الالوان، بصي هي دي الالوان الاساسية اللي معايا. لونها طبعا اختلف لان الاضاءة كانت، معلش انا بعتذر، ما كنتش اخده بالي والله. ابتديت ان انا اشيل هنا حتى لو في معاكي فوم بلزق من ورا، ببتدي احط برضو شمع علشان يثبت اكتر وما يفكش معايا مع الوقت. لزقتهم وحطيتهم. اختار الالوان اللي تحبيها، كل الوان الفوم جميله جدا، طريقتها سهله. وان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض تعليقات كتيره وزينه كتيره، واستنوا معايا الفيديوهات الجايه باذن الرحمن. هنعمل مع بعض بوجي وطمطم وبكار بطريقه برضو سهله وبسيطه وتقدري تزيني بيها بيتك. خلصت انا كده معايا الفانوس، ابتديت ان انا اجيب الهلال والنجمه وانزلهم على الورق عندي الفوم. تمام. برسمهم. انا طبعا الحاجات دي ما برميهاش، انا بخليها عندي في فايلات. يعني انت كل ما تعملي باترونات لاي حاجه خلي عندك الباترونات دي في فايل، اكتبي على الفايل ده لرمضان، الفايل ده للعيد. كده الحاجات دي ما تستغنيش عنها ابدا ولا ترميها. خلاص. ابتديت ان انا افرغهم معايا هنا. طبعا انا كنت عامله شويه هلالات ونجوم علشان ما اخدش من وقت الفيديو معاكم كتير. بالالوان بقى اللي تحبيها والاشكال اللي تحبيها. بصي ممكن تعملي فوانيس صغيره، ممكن النجوم دي والهلالات دي تصغريها تكبريها زي ما انت عايزه. انا كان معايا هنا استراس للتعليقه اللي معانا دي 10 سنتي او 15 سنتي. ممكن تستعوضي بقى عنها لو انت ما عندكيش استراس. تجيبي ايه؟ ممكن تجيبي شرايط فوم، او تجيبي مثلا شرايط في حبال كده، او صوف. كل ده تمام معاكي. ببتدي بعد ما لزقتها اجيب شمع برضو احطه عليها، واجيب حته فوم صغيره خالص كده عشان تبقى برضو تمسكها لي كويس ما تفكش معايا مع الوقت. تمام. شكلها جميل جدا كده، ممكن تبقى وحدها جميله برضو تعلقيها. انا هنا يعني استكمالا للشكل جبت شويه شرايط استراس، وابتديت ان انا اقلب الشكل كده، واقلب الاستراس ما احطوش على على القلبه. بس الاول كنت بستفهم عشان اشوف شكلهم عامل ازاي، لازم تستفي الحاجه زي ما اتفقنا. وحطيت شمع بالطريقه دي ولزقتهم. طبعا شكل الاستراس بيبقى من بره، الظهر بتاع الاستراس بيبقى مع ظهر الفوم، فاهماني؟ يا رب يكون شرحي واضح. بس وبعد ما بتعلقي بقى الاستراس بتحطي النجوم تحتهم، بتقلبي الفوم الجليتر بيبقى من تحت، وبتبتدي تلزقي زي ما هوريكي كده. انا طبعا قسمتهم علشان يبقى الالوان داخله في بعضها، فاتح وغامق جنب بعض وتحت بعض. انا ما بعملهاش كده،
لا انا بحط الاستراس فوق منها، احط شمع وبعد كده بحط الاستراس عليها، بس بظبطها الاول وبظبط شريط الاستراس معايا علشان يطلع مظبوط والشكل مظبوط وشغلي كويس. وعلى فكره التعليقه دي ممكن تبقى من المشاريع اللي احنا اتفقنا عليها، مشروع مربح من البيت، بيبقى والله العظيم يعني الاستراس ده بيبقى ارخص كمان من شرايط الفوم، من شرايط الستان اسفه. بصي بجيب هنا بقى واحده غامقه وواحده فاتحه، بجيب نجمه فاتحه هي الغامق كده جنب بعضه، ونسق في الالوان عشان تبقى مبهجه كده مع بعضها، ويبقى الالوان داخله ببعض ويديك الشكل الجميل اللي شفتيه. برضو معايا هنا بشد الاستراس شويه علشان ما يبقاش مكلكع معايا او حته فاضيه وحته لا، وبراعي المسافات اللي ما بين النجوم والهلال هتديكي شكل تحفه. انا طبعا مش هزنقهم كده جنب بعض، انا لما باجي اعلقهم بمسك الفرع اللي على اليمين وعلى الشمال ده، ببعدهم شويه عن الفرع اللي في النص علشان يديني شكل جميل. انت ممكن تكبري الفانوس ده، ممكن تصغريه زي ما انت عايزه، والهلالات والنجوم زي ما اتفقنا. بصي شكلها عامله ازاي، جميله جدا وروعه جدا. انا طبعا بكمل الشكل معاكي. بصي بجيبهم برضو هنا وبشد الاستراس. انا زي ما قلتلك ممكن تستعوضي عن الاستراس ده بستان، ممكن صوف لو عندك صوف، ممكن اي حاجه عندك. والفوم ده لو انت مش متاح عندك ممكن برضو تستخدمي الالوان اللي هي الورق الملون في كل المكتبات، ورخيص جدا. الورق الواحده ب2 جنيه تقريبا. ممكن تعمليها من كراريس اولادك بتاعه المدرسه او كراريس الرسم اللي باقيه عند اولادك. والله العظيم حاجات يعني تحفه جدا، وممكن تستخدمي ابسط الاشياء بس عشان تدخلي على بيتك وعلى اولادك بهجه كده رمضان، زي زمان زي ما كنا بنقعد نعمل الزينه من الورق. حاجات جميله والله ورخيصه جدا. وبصي الحته الاخيره دي بتاعه الاستراس حبيت اعملها معاكي. انا طبعا خلصت الفروع، ما بسيبهاش كده ولا بقطعها، لا بجيبها بلزقها بالراحه كده على نجمه او على هلال. شايفه الشكل معايا وهوريهولك لما اتعلق. التعليقه كانت تحفه. ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات جميله جايه ان شاء الله. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم حبايب قلبي، والطريقه تكون سهله عليكم. بصوا شكلها والوانها مبهجه وجميله ولذيذه وكيوت كده. يا رب ما تنسونيش في اللايك لو الفيديو عجبكم، ودعوه حلوه بظهر الغيبه حبايب قلبي. ولو انت اول مره تتفرجي معايا على القناه اتمنى تشتركي عشان ان شاء الله كل فيديوهات الجديده توصلك وتستنفعي منها، وتقدري تزيني بيتك بابسط حاجه عندك في البيت. بصي الشكل عامل ازاي، جميله جدا وتحفه. شايفه النجوم والهلالات شكلهم عامل ازاي، والالوان داخله ببعضها، روعه بصراحه. كل عام وانتم بخير يا حبايب قلبي، ويعود عليكم الايام بخير اللهم امين، ويبلغكم شهر رمضان وتقبلوا منكم ان شاء الله يا رب. اسيبكم في حفظ الرحمن، متنسونيش بدعوه حلوه بظهر الغيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير.